الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله، وشكر الله للإخوة وعلى رأسهم الشيخ فرحان القائمين على هذا الجامع المبارك، والإخوة في الجمعية، وأنتم أجمعين على هذا الحضور وهذا الحرص يعني في الاستفادة من مثل هذه البرامج والدروس. والحقيقة لعلي أختصر الكلام على هذه القضية المهمة جدا، لا سيما في هذا الزمن حيث كثرت فيه حاجات الناس وكثرت فيه إشكالاتهم وأسئلتهم. البعض يسأل يقول مثلا أنا علي دين أقساط، هذه الأقساط على البنك أو على جهة من الجهات، هل يجوز لي أخذ الزكاة وأسدد هذه الأقساط التي علي؟ وآخر يسأل يقول عندي احتياجات معينة لم أستطع القيام أو شراء هذه الاحتياجات، هل يجوز لي أن أخذ الزكاة من مصرف الفقراء؟ وهكذا شخص يقول أنا أعمل مثلا في هذا المجال، مجال جمع الزكاة، هل أستحق شيئا منها؟ وتجد الأسئلة الحقيقة تتنوع، ثالث أو رابع يقول هل يجوز لي أخذ الزكاة فأطبع بها كتابا أو أنشر بها مثلا علما أو نحو ذلك. وهذه الأسئلة يا إخوة الحقيقة تدل على حرص الناس على فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام، وهو فريضة الزكاة التي قرنت بالصلاة في كتاب الله جل وعلا. وهو مبهج وسار، ويتأكد هذا يعني في حق كل واحد منا رجلا كان أو امرأة إذا تعلم هذه الأحكام. بعض الناس تجده يعني يحرص على معرفة شؤون مثلا البناء والعمار إذا أراد أن يبني بيتا، وآخر تجده إذا أراد المتاجرة يعرف حال السوق ومتطلبات مثلا هذه التجارة. لكن المؤسف أن كثيرا من الناس ربما يجهلون أحكام هذه الفرائض والمهمات. ولذلك نقول الله جل وعلا نص على المصارف في كتابه حتى لا يجتهد فيها مجتهد، فقال إنما الصدقات للفقراء، والمراد بالصدقات الزكاة. وهذا الأصل في الصدقة إذا أطلقت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يصرفها صارف عن الزكاة إلى الصدقة، صدقة التطوع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. هؤلاء 4 قسم لهم حكم. ثم قال بعد ذلك الله جل وعلا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء 4 حكم آخر، والمجموع 8 فريضة من الله. هذه زكاة، والله جل وعلا والله عليم حكيم حيث يفرض الصدقة في مصرفها المناسب لها الذي تشتد الحاجة إليه دون غيره من المصارف التي ربما يجتهد فيها الناس. وإنما للحصر ما نصرف الزكاة في غير هذه المصارف. المصرف الأول وهو أكبر هذه المصارف وأكثرها الفقراء. ولذلك جاء في حديث ابن عباس في الصحيح لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن الفقراء هنا خصوا بالذكر دون سائر الأصناف لكون هذا المصرف والله أعلم هو أكثر المصارف انفاقا. ما هو الفقير؟ من هو الفقير؟ الناس الحقيقة ما بين موسع ومضيق، فكل من كانت لديه حاجة أحيانا ولو كانت هذه الحاجة من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها يعد بعض الناس فقيرا، وبينما آخرون لا يكاد يصنف هذا الشخص فقيرا ويعتبره مسكينا إلا إذا يعني أعدم من كل شيء، صار ما معه شيء.
الفقه توسط بين هذين الطرفين، فالذي يفوته أو لا يملك شيئا من قوت يومه لا يملك قوت يومه ينقص عن القوت، عنده نصف المقدار. تجده مثلا لا يستطيع توفير الوجبات الأساسية، لا يستطيع توفير الملابس التي يحتاجها كما هو الآن مثلا في الشتاء، تجد عنده نقص في هذا الجانب. ليست عنده سيارة، يضطر أنه يمشي على أقدامه، يركب أجرة، يوم يجد قيمة هذه الأجرة ويوم لا يجد. ليس عنده مسكن مستقر، كل يوم في مكان يلحقه يعني الضنك والتعب. هذا فقير، هذا فقير الذي عنده نقص في الحاجات الأساسية، في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في مسكنه، في مركبه سيارته. لكن هذا لا يعني إن شخص يشتري سيارة فارهة بمثلا 10,000 دينار ولا ب15,000 ثم يقول أنا ما عندي سيارة لازم أشتري سيارة. إنما يشتري ما يقيم أو يدفع عن حاجته، السيارة التي يعني تقضي لزومه كما يقال، تسد حاجته في انتقاله وذهابه وإيابه. فإذا زاد على ذلك فإنه لا يجوز له عندئذ أن يأخذ من الزكاة. ومثله البيت، بعض الناس يقول هل آخذ الزكاة لأتملك بيتا؟ جمهور الفقهاء على أن الزكاة إنما تؤخذ كفاية السنة، يعني أجرة مسكن لمدة سنة تناسب مثله. ما يقال لشخص عنده أسرة كبيرة مثلا خذ غرفة أو غرفتين واجمعهم وانظر أقل مكان يمكن أن يسكن في مثله فاسكن فيه عندئذ، ولا يجوز لك أن تأخذ ما يصلح لمثلك. لا، بل يقال توسط بين إسراف وإقتار، يأخذ له منزل يستأجره لا يتكلف فيه، متوسط الحال، يناسب مثله بأجرة معتدلة، ولو كان ذلك من الزكاة إذا لم يجد غيرها. يعني ما يستطيع أنه يوفر من جهته هو ما يمكنه أن يستأجر به. أما أن يتملك منزلا فتدفع فيه أموال طائلة من الزكاة، وكثير من الناس لا يجد قيمة أجرة المسكن، فهذا ما منع منه كثير من الفقهاء. وإن جاز ذلك ففي حالات ضيقة تقوم على الفتوى التي يحدد الفقيه فعلا وجود المصلحة فيها. الحالة الثانية أو المصرف الثاني المساكين، وهو في حكم الفقراء، وإن كان الفقر ربما يكون أوضح ويشمل المسكين في مثل هذا الزمان. ولذلك نقول إن هذا المفهوم إذا فهم الفقير فهم معه المسكين. وقد فرق بعض أهل العلم فوجد أو فجعل هذا من يجد نصف قوته فأقل، وهذا من يجد أكثر من النصف دون اكتمال القوت. وبأي من القولين في المقصود عندئذ أن نعرف المراد من الفقير حتى نميز إذا جاءنا شخص هل هو مستحق أم لا. وأكثر ما يشكل على الناس السائلين، إذا جاء شخص وقال أنا مسكين أو فقير فسأل الناس عند باب المسجد يقول أعطيه أو لا أعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان فوجدهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، يعني من الزكاة، لأنه ما سأل والأصل تصديق السائل. قال ولا حظ فيها لغني، يعني عنده كفايته، ولا لقوي مكتسب، يعني حتى لو لم يكن غنيا ما دام قادرا شابا. بعض الناس يجي يسألك وهو قادر على العمل، قادر على التكسب، هذا في الحقيقة غني حكما وإن لم يكن غني حقيقة. ولذلك مع كثرة الآن سؤال السائلين ينبغي للمرء أن يتوثق في شأن الزكاة، فإن أعطاه يعطي من الصدقة، أما الزكاة فيتأكد من استحقاقه حتى لا يحرم من هو أحق
وأحوج منه للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها هم الذين يقومون بجمع الزكاة وحفظها وصرفها للفقراء والمستحقين، وهؤلاء عادة أو بعضهم أو كثير منهم ربما ينشغل عن طلب رزقه بسبب جمعه وصرفه للزكاة على مصارفها، فيجوز لهم شرعا الأخذ من الزكاة بأجرة مثلهم. إيش معنى بأجرة مثلهم؟ يعني ما يتوسعون، وإنما يأخذون المقدار الذي يأخذه من لو استؤجر فقيل له تعال اعمل على جمع الزكاة وتوزيعها على الناس، فكان مثلا عمله هذا يساوي 500 دينار أو أقل أو أكثر في الشهر، فيعطى هؤلاء من الزكاة مثل هذا المقدار. وهذا أيضا لا يترك إلى تصرف الشخص الذي يقوم بالجمع والتوزيع للزكاة بنفسه، وإنما يرجع هذا إلى أولي العلم وإلى أولي الأمر حتى يضبط الشأن، ولا يتوسع متوسع فيأخذ من مال الزكاة ما لا يجوز له أن يأخذه من الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم. وهذا كثير ما نسأل عنه. يقول عندي سائق، عندي عاملة، أعرف شخصا من الأشخاص أريد أن أتألف قلبه فأعطيه من مال الزكاة، فنقول هذا لا يخلو إما أن يكون مسلما أو كافرا. فإن كان كافرا يعطى من مال الزكاة مقدارا من مصرف المؤلفة قلوبهم إذا كان هذا العطاء في غالب الظن يحببه إلى الإسلام، يقربه إلى الدخول في هذا الدين العظيم. عندئذ يشرع العطاء له ويتأكد هذا في حق من له أثر أو مكانة. شخص لو أعطي يعني كان لذلك أثر على أسرته، على بلدته، على قرابته، في أنه ممكن يدعوهم إلى الإسلام ويؤثر فيهم في الدخول في هذا الدين القويم. كذلك ما يتعلق به إن كان مسلما، فلا يخلو من حالتين: المسلم الذي حسن الإسلام وطال العهد به، تجد مسلم له 10 سنوات يعمل عندك ربما سائق أو عاملة، هذا لا يعطى من مصرف المؤلفة قلوبهم، لأنه إنما يعطى المسلم في حالة واحدة فقط: إذا كان حديث عهد بإسلام فأراد المعطي للزكاة أن يثبته على هذا الدين، فعندئذ يعطى حتى لا يرتد. وهذا كثير في البلدان التي يكون فيها دعوة لغير المسلمين، فيعطى الكافر فيها، لا سيما من له أثر كالرؤساء، رؤساء القبائل والوجهاء، لأجل أن يقووا من موقف المسلمين ولأجل أن يحببوا في الدخول في هذا الدين القويم. كما يعطى المسلم الذي أسلم قريبا، سواء كان ذلك لتعليمه أو لتثبيته أو لغير ذلك من الأسباب الشرعية التي تتحقق معها مصلحة للإسلام والمسلمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. في هذه الأقسام الأربعة ذكرنا أن ثم حكما هو حكم التمليك، ولذلك قال تعالى للفقراء، اللام هذه للملك. فهل نعطي الفقير أحيانا بضاعة نشتريها؟ مثل الشخص يقول والله أنا سأشتري للفقير يعني مثلا مواد تموينية، اشتري له ثلاجة، اشتري له مكيف، اشتري له أدوات مثلا تنظيف، اشتري له يعني سلع غذائية. هل يشرع هذا أم لا؟ الأصل أن الفقير يملك المال، وأنك ما تتصرف أنت في هذا المال فتشتري له سلعا أيا كانت. لكن استثنى بعض الفقهاء لا سيما المعاصرين ما يكون من عمل بعض الجمعيات الخيرية الآن التي عندها قوائم من الفقراء. هذه القوائم قد وكلت الجمعية في قبض الزكاة عنها، فالجمعية كالوكيل لها. ففي مثل هذه الحالة لو قامت الجمعية
بشراء بعض السلع التي تعلم أن هذه القائمة من الفقراء يحتاجون إليها ثم أعطتهم إياها، كان ذلك سائغا فقها. أما ما عدا فالأصل أنك ما تتصرف في مال الفقير، تقول طيب يضيع الفلوس يبي يتصرف فيها في غير يعني ما هو خير له، نقول هذا ماله، هذا حقه من الله في المال الذي بين يديك، ليس حقا لك. فإذا أعطيته فإنه عندئذ يكون الشأن شأنه يصرفها فيتحمل عندئذ مصرفها، إن كان في خير فخير وإن كان في شر فيعود إليه. أما أنت فلك الغنم وعليه الغرم. أما المصارف الأربعة الباقية فلا يشترط فيها التمليك، ولذلك قال تعالى بعد ذلك إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، قالوا وفي الرقاب. والرقاب هم المملوكين الذين لا نكاد نراهم في هذا الزمان، وكذلك يلتحق بهم أسرى المسلمين في قول عند بعض الفقهاء وقول وجيه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وهذا المقصد يا إخوة. من أكثر المصارف سؤالا وإشكالا هو كمصرف الفقراء تقريبا وله به صلة. الغارم المراد به المدين الذي غرم عند الناس مالا، أو على الناس غرم للناس مالا، وبالتالي هو مطالب بأن يسدد هذا المال حتى لو لم يكن فقيرا، بمعنى أن لا يشترط في الغارم أن يكون فقيرا، ولو كان ذلك شرطا لاكتفى التنويع أو لكان مصرف الفقراء كافيا عن مصرف الغارمين. إذا المراد بالغارم من عليه دين. طيب هذا الدين ما ضابطه؟ بعض الناس يقول أنا علي دين مؤجل أستطيع السداد من خلال راتبي، فهل تشرع لي الزكاة لأسدده بالكلية وأرتاح أم لا؟ فنقول إن المقصود بالدين هنا يا إخوة هو الدين الحال الذي لا يستطيع المدين فيه السداد. دين حال الآن عليك ما تقدر تسدد، أنت عندك راتب جيد وساكن في بيت ملك ولديك سيارة جيدة، لكن ما يقال لك والله بيع بيتك اللي أنت ساكن فيه سدد الدين هذا، اترك سيارتك ويعني تذهب خلاص بلا سيارة لأجل سداد الدين الذي عليك. لا، هذا كما ذكرنا لا يقال في الحاجات الأساسية. لكن لو شخص كما يسألني البعض عنده استراحة وعنده ما شاء الله يعني مجموعة من السيارات ما يحتاج إلا واحدة، وعنده عقارات وعليه دين، يقول أنا والله يا أخي أستحق من الزكاة لأني ما أقدر أسدد الآن. يقول لا، تبيع من هذه الأصول اللي عندك، ما تأكل مال الزكاة ولديك قدرة، بيع هذه الاستراحة أو هذا العقار الذي لا تحتاجه حاجة مسكن مثل بيتك الذي تسكنه، لا يلزمك عندئذ أن تبيع. ولذلك قرر الفقهاء إن ما زاد على الحاجة الأصلية من الأصول، ما يزيد على مثل هذه الحاجة من مسكن ومركب ومأكل ومشرب، يستوفى به ويسدد الدين الذي عليك لأنك قادر على الوفاء عندئذ. أما التوسع يعني تخيلوا أحدهم يتصل بي يقول يا شيخ في عيد الفطر الماضي يجوز أني أعطي أحفادي عيدية من زكاة الفطر؟ إلى هذه الدرجة يعني توسع الناس في الزكاة، فيريد أن يتوسع ويوسع على أحفاده من زكاة الفطر. كيف والزكاة مصروفة لأصناف معينة؟ وهذا التوسع ليس في زكاة الفطر فحسب، بل حتى في زكاة المال. ولذلك نقول إن الغارم لا بد له من أن يكون ذا دين، أو لا بد أن يكون غرمه دينا حالا لا يستطيع وفاءه. أما إذا كان دينا مؤجلا أو كان يستطيع وفاءه ببيع ما زاد عن حاجة الأصلية فعندئذ لا يكون مستحقا للزكاة. هذا الغارم لمصلحة نفسه. هناك غارم لمصلحة غيره، يعني شخص مثلا وجد إن بين اثنين مشكلة سواء من أقاربه أو جيرانه أو معارفه، فدفع
مبلغ لأجل إنهاء هذه المشكلة وتكلف هذا المبلغ، ونفترض أنه دفع مثلا 5000 دينار أو أكثر أو أقل، فله أن يأخذ هذا المبلغ من الزكاة، له أن يأخذ هذا المبلغ لأنه غرم لمصلحة الغير، فيستحق الزكاة بهذا المفهوم. وقال تعالى بعدها والغارمين وفي سبيل الله، والمراد في سبيل الله في الأصل الجهاد في سبيل الله، ويلتحق به كل ما كان لإعلاء كلمة الله، كل ما كان لإعلاء كلمة الله. فمثلا دعوة غير المسلمين، تعليمهم أحكام الدين، الذب عن الشبهات التي ترد على الإسلام والمسلمين، هذا كله من مصرف في سبيل الله، كما قرر هذا مجمع الفقه الإسلامي. وإن كان السلف اتفقوا على المصرف اللي هو الجهاد في سبيل الله طبعا بضوابطه الشرعية، والتحق بهذا المصرف كما ذكرنا ما يكون محققا لمقصد الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله، لأن الجهاد لم يشرع لإراقة الدم، وإنما شرع لإعلاء كلمة الله جل وعلا. فإذا كان ذلك بالدعوة واحتاج دعاة غير المسلمين، فهم أشبه ما يكون بالمجاهدين في سبيل الله، يحتاجوا إلى مثلا مبلغ لطباعة كتب، لإقامة برامج، لبيان أحكام شرعية، فلهم عندئذ أن يأخذوا من الزكاة من هذا المصرف. أما إذا كان المصرف في دعوة المسلمين فلا يأخذ. إن كان المسلمون هؤلاء جدد يحتاجون إلى تعليم الأحكام والتثبيت على دين الإسلام، فعندئذ يلتحقون بالنوع الأول، فيشرع أخذ الزكاة بناء على هذا. أما إذا كان الدعوة للمسلمين فذهب كثير من الفقهاء المعاصرين بألا يتم التوسع في هذا المصرف يعني من الزكاة. قال الله جل وعلا عن ذلك وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره فيحتاج إلى ما يوصله إلى بلده، ولو كان في بلده غنيا يحدث أحيانا أن تكون هناك حروب، يكون هناك غزو، يكون هناك مصائب تمر ببعض البلدان، فلو أن الشخص خرج عن ماله وأهله واحتاج إلى ما يعني يتوصل به أو يعيش من خلاله حتى يصل إلى ماله وأهله ومسكنه، فيجوز عندئذ أن يأخذ من الزكاة ولو لم يكن فقيرا. وهذا يفيد كما ذكرنا ذكر هذه الأصناف مما يدل على المغايرة بين كل صنف وآخر. وهذه الأصناف الأربعة، الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الأصناف لا يشترط فيها التمليك، بمعنى أنه لو شخص مدين أن تستطيع تذهب للدائن الذي يطالب بدين حال الآن ولا يستطيع هذا المدين أن يسدد، تستطيع أن تذهب إليه وتعطيه المبلغ، تقول هذه 1000 دينار عن فلان، حتى لا يصرفها أو يضيعها في غير الدين لو أعطيتها إياه. ولذلك قال تعالى في هذه الأصناف الأربعة بعد أن ذكر المؤلف قلوبهم قال وفي الرقاب، يعني وتصرف في الرقاب ولو لم يملك، وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء يمكن عندئذ أنك شخص مثلا عليه أجار ما استطاع يسدد، ما يلزم أنك تعطيه هو من الزكاة، تذهب إلى المكتب، إلى الشركة، إلى المالك لهذا العقار، تفضل هذه 500 دينار، هذه 1000 2003 سداد لأجرة فلان، وهذا مقرر عند أهل العلم. ومنه تعلم من هذه الأحكام التي أتينا بها على سبيل الاختصار تبين أبرز الضوابط والقيود ويعني المعاني الشرعية المقصودة من الزكاة. فالمقصود من الزكاة هو دفع الحاجة التي ترد على المسلم إن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما، وأيضا من مقاصدها الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر هذا الدين، كما هو ذلك موجود في مثل مصرف في سبيل الله، وأيضا مصرف المؤلفة قلوبهم. وأنت تجد هذه المقاصد العظيمة في مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها. أنت يا أخي عندما تدفع الزكاة إنما تطهر نفسك، تطهرها من البخل، تطهرها من الشح، تطهرها من حب الدنيا، تطهرها أيضا من الذنوب والمعاصي، تطهرهم وتزكيهم بها. بعض الناس يظن أنه إذا دفع الزكاة إنما يزكي هذا الفقير أو هذا المستحق له، في الحقيقة يزكي نفسه. ولذلك قال بعضهم كلمة جميلة: إذا جاء الفقير إلي فإنما في الحقيقة جاء ليذكرني بفقري إلى الله. أنت أحوج ما تكون إلى أن تبذل هذا المال لأنك فقير إلى ربك، فتغتني ببذلك لا بمالك. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وكان لديها شاة فقال: هل بقي منها شيء؟ قالت: ذهبت كلها، يعني تصدقت بها إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا كتفها. فما كان عند الله خير وأبقى هو الذي يكون ذخرا لك يوم القيامة. وما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذا الدعاء العظيم إنما يكون في مثل شأن الصدقة الواجبة التي يتأخر فيها أو يتراخى فيها البعض. وتعجب الحقيقة لهؤلاء، أيما عجب، تعجب لهؤلاء الذين يقول الله جل وعلا فيهم: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، ماذا استفدتم؟ فذوقوا ما كنتم تكنزون. الموفق الحقيقة اللي فعلا يقدم هذا المال بين يدي ربه سبحانه وتعالى، الذي يفرح بوجود الفرص. والآن تنظرون، نسأل الله جل وعلا أن ينجي المستضعفين في الشام وفي كل مكان، تنظرون كيف حاجة المسلمين. وأسمع قبل قليل من المشايخ جهود مباركة في إغاثة الملهوفين والمستضعفين في الشام وفي حلب وفي مثل هذه المناطق التي تشتد فيها الحاجات وتعظم فيها الكروبات. الموفق اللي والله لا يتردد، لا يبخل، يبادر. وجدت من أناس يا إخوة فقراء يصرفون وينفقون ويتصدقون أكثر من الأغنياء. أليس هذا فعلا منه فضل من الله جل وعلا؟ والله أن المحروم الذي يجمع ويكنز لوارثه، المحروم الذي لديه مال زائد عن حاجته ينظر إليه حتى إذا وسد في قبره شهد عليه. والمبارك فعلا الذي لا يستقل شيئا، اتق النار ولو بشق تمرة. ألا يلفت نظرك فعلا أنه أحيانا عند جمع الصدقات يأتيك شخص يعني ربما من أقصى اليمين أو أقصى الشمال، إذا نظرته وجدت الذي يظهر عليه المسكنة والضعف، ومع ذلك يبذل ويدفع أكثر مما تدفع، حتى تعلم أن الغنى غنى النفس، وإن البخل بخل النفس، وليس الغنى غنى المال. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا جميعا ويزكيها ويجعلنا من المتصدقين وينفق علينا ويخلف، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الكلمات الموجزة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. وهنا سؤال فضيلة الشيخ يقول: هل الراتب عليه زكاة؟ أحسنت، هذا من الأسئلة التي يكثر السؤال عنها. الراتب فقها هو من ما يسمى بالمال المستفاد، والمال المستفاد هو المال الذي ينشأ بسبب جديد، يعني ليس من ربح التجارة مثلا الذي يتبع لأصله، وإنما يكون بسبب جديد، وهو هذا العقد، عقد الوظيفة وعقد إجارة. فكل سنة فكل شهر الشخص يأخذ مبلغا مقابل عمله. ما الطريقة فيه؟ الحقيقة أن كل راتب الأصل فقها له نصاب وحول، كل راتب له نصاب وحول. فالشخص سيكون عنده بناء على هذا 12 حول
في السنة زكوي، فيحسب لكل راتب متى دخل. إذا كان بلغ نصابا هل حال عليه الحول أم لم يحل عليه. ولذلك الأسهل إن الشخص يجعل لنفسه حولا واحدا في السنة، ثم ينظر في هذا الحول في السنة. نفترض أنه مثلا الآن في شهر ربيع الآخر، بعد أسبوع شهر ربيع الآخر، يعني مثلا اللي هو يوافق تقريبا يناير. هذا ينظر فيه المزكي في كل سنة ما لديه أثناء هذا العام مما اجتمع من رواتب، من أحيانا يعني مثلا تجارة، من غير ذلك من الأسباب. فإذا كان نصابا زكاه، وإذا لم يكن نصابا لا يزكيه. نفترض أنه في رمضان جاء رمضان ووجد عنده 10,000 أو 5,000 أو 1,000 دينار، هذه 1,000 نصاب، فبعضها من الرواتب مجتمع، وبعضها نفترض أنه هدية، وبعضها ربح تجارة، وهكذا. كل هذا يجعله من قبيل المال الذي يزكى، فيخرج من هذه 1,000 كم؟ 25 دينارا. من 1,000 25، 2.5%، 1 من كل 40. ومن المعلوم من بعضها ما حل عليه الحول، بيكون مثلا نشأ من آخر راتب أخذه قبل شهر أو شهرين، فيكون هذا الذي لم يحل عليه الحول من قبيل الزكاة المعجلة، وما زاد على الزكاة عندئذ يكون من الصدقة. لكن هذه الطريقة كما تقول اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا لمن طابت نفسه أسهل وأضبط وأيسر، وإلا اللي يريد يدقق أعانه الله، يحتاج إلى محاسب لكل شهر نصاب وحول. نعم. إن شاء الله إليكم. يجوز إعطاء خارج من الزكاة؟ أحسنت. هذه المسألة الناس فيها بين إفراط وتفريط، فبعض الناس لا يكاد يعطي العامل لديه زكاة مهما اشتدت حاجته وعظمت فاقته، وآخرون يعني كل سنة يعطيه من الزكاة ما ربما يساوي راتب شهر أو أشهر بغض النظر عن حاجته. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. العامل يعطى من الزكاة بشرطين، أو العاملة عندك بشرطين. الشرط الأول أن يكون مستحقا، كأن يكون فقيرا أو غارما أو حديث عهد بإسلام أو كافر ترجو إسلامه. هذا الشرط الأول، أن يكون إيش؟ مستحقا للزكاة، يعني من الأصناف الزكوية المشروع إعطائها. الشرط الثاني ألا يكون، انتبهوا يا إخوة للشرط الثاني، ألا يكون لهذه الزكاة علاقة بعمله. ما يجوز لك أبدا أن تستخدم هذه الزكاة في التأثير على هذه الوظيفة أو العمل الذي يعمله عندك. يعني بعض الناس ماذا يصنع؟ ممكن والله العامل يبغى زيادة راتب ومصر عليه، وأشغله هذا العامل بهذه الزيادة، يقول خلاص أعطيه زكاة أنا كل سنة، راتبه هو أنا ما أخذت من راتبه، لكن يدفع بهذا شيئا عن نفسه. فإذا كانت الزكاة تحقق مصلحة خاصة كانت عندئذ في يعني كانت غير أو لا يشرع إعطائها لهذا الشخص رجلا كان أو امرأة. هذا الضابط مهم كما ذكرت لكم في أن يتم فصل هذه الزكاة بشكل كامل عن الوظيفة والعمل عندك. نشكر فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الوافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأذكركم يا أخوة فضيلة الشيخ له محاضرة في مخيم جمعية حماية التراث الإسلامي الذي هو بجانب أو على طريق السنين بجانب استراحة الحجاج. إن شاء الله عنوانها الفقه في الدين عصمة من الفتن. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. آمين وإياكم أجمعين. شكر الله لكم.